محمد بسام ينقذ منتخب مصر من الهزيمة. إنقاذ تاريخي فعلا لبسام في انفراد صريح. قدر بسام ينقذ كورة ثم المنتخب المصري يعود بضربة جزاء لمروان حمدي. بصراحة اللي لبس حارس المرمى في ضربة الجزاء وأحرزها قفشة. مصر تتعادل مع الكويت 1-1 في أول مباراة في كأس العرب للمحليين. الصراحة بطولة مميزة. لازم نقول إن حلمي طولان ولاعيبة مصر دفع الثمن الشوط الأول وإهدار الفرص. منتخب مصر في الشوط الأول أضاع أكثر من 3-4 فرص محققة، بالإضافة إلى ضربة جزاء ضيعها عمرو السولية. ما تعرفش عمرو السولية عمل ضربة الجزاء دي إزاي، شاتها بشكل غريب، شكل عجيب، حطها بره الجون زي اللي داخل ملهوش نفس يشوط ركلة الجزاء. لكن التعادل نقدر نقول عادل على مجريات المباراة، لأن الفريق الكويتي رغم ان امكانياته على قده سحب المنتخب المصري في الشوط الاول وبياخدوا للشوط الثاني وبالكوره ثابته. اسلام عيسى اللي قد كده ماسك المهاجم اللي طول قد كده اللي احرز الهدف في منتخب مصر. لكن عايزين نتكلم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم احبائي واعزائي عشاق الكره مع محترم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على البطوله الحلوه، البطوله اللي بشكل اوروبي، تنظيم ايه، ملاعب ايه، استقبال ايه، تغطيه اعلاميه ايه. بصراحه كل الشكر والثناء لدولة قطر على التنظيم الرائع، وحاسين ان احنا بنتفرج على احسن من كاس افريقيا. متهيألي افريقيا مش هتبقى بالحلاوة دي. النهاردة قطر جايبة اغلبية الحكام اجانب علشان خاطر تنجح البطولة بتاعتها. شايفين النهاردة بطولة مميزة للغاية. مصر اللي النهاردة كانت عملت شوط اول رائع، وحلمي طولان النهاردة عمل شوط اول رائع. الاهداف ضيعناها كتير، ندمنا احنا اخر المباراه على الاهداف اللي ضيعناها في الشوط الاول، واضافه الى ركله جزاء في الشوط الاول. مصر كانت مستحوذه حوالي 65-70%، وده اللي يوريك ان مش كل حاجه الاستحواذ فجاه ممكن تبقى واخد المباراه كلها ويفضل الفريق الثاني يسحبك سنه في سنه لحد ما يحرز هدف. بقينا بنعيط في اخر المباراه عايزين المنتخب المصري يكسب. لكن المنتخب مصر رغم تاخر التغييرات واللي بنعاني منه كتير قوي، الكابتن حلمي طولان ما اعرفش بيأخر ليه التغييرات. كان المفروض محمد شريف يخرج من بدري. اسلام عيسى اللي عمل شوط قنبله الشوط الاول بس كان ينقصه الفينش. اسلام عيسى لحد دلوقتي ما بيعرفش يفنش قدام الجون، عمل مباراه قويه. لكن الثناء وكل الشكر في المباراه، اللقطه الجميله واللقطه المضيئه هي لقطه محمد بسام اللي انقذ انفراد والنتيجه 1-0. كانت الكويت هتخلص علينا. المجموعه دي اللي فيها 3 فرق من اسيا، واسيا يا جماعه كلها شبه بتلعب بالفول تيم، لان احنا عندنا في افريقيا كاس افريقيا بيتلعب في 22/12. في اسيا مفيش مباريات اليومين دول، فكله بيلعب في بالفول تيم انا اسف. يعتبر الامارات اقل مستوى في المجموعه. المجموعه بتاعت مصر قويه يا جماعه. عندنا لسه يوم السبت هنلاعب الامارات، والامارات فريق قوي، ثم هنلاعب الاردن برضه، والاردن فريق قوي. لكن النهارده نقدر نحط حاجات في شويه ثوابت. نقدر نقول الكابتن حسام حسن النهارده خسر اكرم توفيق في الناحيه اليمين. اتفرج على المباراه من اولها لاخرها، حرام اكرم توفيق ما يروحش منتخب مصر الاساسي. وجهه نظري الشخصيه ان اكرم توفيق احسن من محمد هاني في الباك اليمين. الدفاع بتاع منتخب مصر ما زال بيثبت انه قوي. حلمي طولان مدرب ممتاز، لكن اللعيبه النهارده ما نفذتش اللي هو عايزه. اضعنا وقت في اهداف. لكن نحمد ربنا على التعادل. لسه في مباراتين قادمتين، لكن بطوله حلوه. والثناء والشكر والتقدير واللي لازم نجيبه ونتكلم عنه الماجيكو الكابتن محمد ابو تريكه عم الناس. شوف فرحه الفلسطينيين بمحمد ابو تريكه يا اخي، سبحان الله. ابو تريكه ده
كل يوم تحبه اكتر، يعني كل يوم عن التاني كنت بتحبه درجه بتحبه اتنين، بتحبه خمسه، من اخلاقه ومن احترامه ومن ايمانه بالقضيه الفلسطينيه، من حنينه لمصر، من حبه لاصحابه. ابو تريكه لن يتكرر كثيرا. امبارح قلب الدنيا ابو تريكه على السوشيال ميديا. بني ادم متواضع، بني ادم حلو، بني ادم زي ما انا بعيد وبكرر بيخليك كل يوم تحبه اكتر من الاول. ابو تريكه فنان، ابو تريكه بني ادم محترم يستاهل الثناء. نتمنى الغمه اللي عند ابو تريكه تتزاح ويرجع لبلده سالم غانم، لان في ناس كتير بتحب ابو تريكه وبتثني عليه. نرجع للمباراه تاني. مصر اصبحت نقطه والكويت نقطه، ولسه بكره ان شاء الله هتكمل باقي مباريات المجموعه. لكن نقدر نقول ان المفروض حلمي طولان النهارده يتعلم من الدرس. اما الكره تديك وتبقى مسيطر حاول تخلص المباراه بدري بدري. لكن احنا مستمتعين بالمنتخب الوطني، انه بيقدم لنا كوره، بيقدم لنا متعه، ملاعب حلوه، تصوير حلو، حكام حلوه، مدرجات حلوه، اجواء كلها مميزه. بنشوف النهارده حاجه تمتع العين حرفيا، حاجه حلوه. نتمنى المنتخب المصري يكمل لقدام، نتمنى المنتخب المصري ياخد المباريات الجايه بجديه. اي نعم لسه في تقصير مع المنتخب، في لعيبه في بيراميدز ما جاتش، في تعطيل للمنتخب في كذا لعيب. لكن النهارده حسينا بكريم فؤاد النهارده اللي نزل دقيقتين ثلاثه غير مجريات المباراه. شوف الباصه بتاعت قفشه اللي اداها لمروان حمدي ووصل انفراد. قفشه كل ما ياخد هيجي. النهارده ميدو جابر اللي عمل مباراه لا باس بها. بدانا نشوف حلمي طولان بيرجع لعيبه للحياه تاني، لعيبه مركونه في انديتها. بدا حلمي طولان يرجعها للضوء تاني ويشاور عليها اكتر واكتر. نقدر نقول هارد لك للمنتخب المصري، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. هنتابعكم في البطوله العربيه يوم بيوم، وبطوله ممتعه من اول احداثها، من اول فوز فلسطين وفوز سوريا. كانت مباريات ممتعه تحس انك تتفرج على اوروبا ان شاء الله. هنتابعكم يوم بيوم لحظه بلحظه. مباراه مصر القادمه امام الاردن يوم السبت. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، السلام عليكم.